وكالعادة النادي الأهلي بيضرب على الحديد وهو سخن. يا اخوانا لو الكلام ده فعلا صح يبقى النادي الأهلي داخل يعمل حركة جامدة قوي في الميركاتو في يناير اللي جاي. يوسف بالعمري الباك الشمال بتاع الرجاء المغربي بيقولوا ان الأهلي عرض على نادي الرجاء 500 ألف دولار، وكمان عاوز يضم آخر 6 شهور في عقده عشان النادي الاهلي يدخل يناير جاهز بصفقة يوسف بالعمري. يعني لو الصفقة فعلا خلصت الاهلاوية هيكون عندهم باك شمال جديد على الناشف وجامد قوي، وتعويض محترم كبير قوي لغياب علي معلول، والرجاء كمان هيستفيد بالمبلغ ده. يعني الصفقة كسبانة كسبانة. السؤال المهم هنا بقى، هل بالعمري يقدر يشيل ضغط جمهور النادي الاهلي؟ وهل الاهلي فعلا محتاج خدمات باك شمال مغربي زي يوسف بالعمري؟ وهل هيقدر يكون قد التحدي ولا لا؟ اكتبوا لي رايكم تحت، ولو الخبر ده طلع رسمي جدا هنولع الدنيا مع بعض في فيديو تاني.